المرسلين، السيد المنسق لجهات الجنوبية الثلاث، عضو اللجنة التنفيذية مولاي حمدي ولد الرشيد، مناضلات ومناضلي الحزب، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا لابد لي أن أرحب باسمكم جميعا بضيف حاضرة وادون المنير الحاج حمدي ولد الرشيد. حللت أهلا ونزلت سهلا بيك وباللي كان جاي معاك القليمين في هذا اليوم المبارك والكريم، هذا اليوم الذي انتظره جميع أبائكم وإخوانكم على أحر من الجمر ببوابة الصحراء، مدينة الشرفاء والمقاومين والمناضلين الحقيقيين والأبطال الأماجد الذين يتطلعون في كل مرة باللقاء بكم والتعبير لكم عن كل أشكال الدعم والمساندة لكم ولمساركم المتميز في مجالات التنمية والتشييد والبناء في ظل الأوراش الكبيرة التي يقودها عاهل البلاد المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، منسق الجهات الجنوبية الثلاث والوفد المرافق له، تغمرني سعادة وفخر كبيرين في أن أتناول الكلمة أمامكم في هذا المؤتمر الإقليمي الهام لحزب الاستقلال بإقليمنا الذي نعمل جاهدين على أن يكون قلعة استقلالية كبيرة ودعامة من دعاماتكم داخل الحزب الوطني والتاريخي الكبير الذي لم يغادر إقليم ولا الجهة منذ نشأته. إننا اليوم نعقد هذا اللقاء وكلنا فخر واعتزاز بأن لنا ممثلين على مستوى البرلمان والجهة والغرف والجماعات، وهو ما يعطينا جرعة أمل كبيرة في أن يؤدي عملنا الجاد إلى تصدر الانتخابات المقبلة في الجهة وأن تنجم عنه الريادة تشريعيا ومهنيا وجماعيا وجهويا. هذا طموحنا وهذا تعاقدنا معكم الأخ المنسق الجهوي الجهات الجنوبية الثلاث، تعاقد نطلقه أمامكم وأمام أعضاء المؤتمر الإقليمي للحزب في هذا اليوم لزيارتكم الأغر. لقد بذلنا الكثير من الجهود منذ الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية والمهنية لسنة 2021 من أجل ترسيخ أقدام الحزب بكل مجالات الحياة العامة بهذه الجهة وإعطاء طعم استقلالي خاص للشأن العام، كما نحرص في كل حين على التمسك بمبادئ الاستقلالية الراسخة في تدخلاتنا ومواقفنا وسلوكنا التصويتي، لكن لن نهادن أو نتهاون في كل ما يتعلق بالدفاع عن المصلحة العليا للبلاد ومراعاة صالح العام ومحاربة أي شكل من أشكال المساس بحقوق المواطنين ومصالحهم. الأخ الفاضل منسق الجهات الجنوبية الثلاث، لقد كان ولا يزال همنا كمنتخبين من أبناء هذه الجهة أن نمثل ساكنتها الكريمة أحسن تمثيل، وهو ما نجسده من خلال تواجد الميدان الدائم إلى جانب المواطنين والدفاع عن مصالحهم أمام المجالس التي نتواجد بها، ونقل انشغالاتهم إلى المسؤولين والتعبير عن ذلك بكل حرية ومسؤولية. أعود لأؤكد لكم على ترحيبنا الحار بكم وعلى مدى اعتزازنا وفخرنا بكم في كل المحافل، ولي كبير الشرف أن أشتغل إلى جانبكم في الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي يمثل الواجهة النضالية للحزب والذي يعد فضاء ننقل فيه كل ما يتعلق بهذه الجهة من صغيرة وكبيرة من أجل إيجاد الحلول ومن أجل جعلها على الطريق الصحيح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. فكما لا يخفى عليكم فإن
تنتظر الاستغلال الأمثل والتدبير الجيد، وتتوفر الجهة أيضا على ثروات طبيعية تنتظر استخراجها لتساهم في تنمية المنطقة والبلاد، كما نتوفر على يد العاملة الخبيرة والمؤهلة والطاقات الشابة التي نريد لها أن تشتغل وتعمل في مناطقها. لذلك دافعنا من خلال مرافعات العديدة بالفريق النيابي عن الحق الدستوري للشباب في الشغل. ولا نغفل أن طالما لدينا بتعميم جميع أشكال الاقتصاد التضامني بالجهة لما سيكون له من عظيم الأثر على التنمية البشرية والمستدامة بهذه المنطقة التي تطمح أن نمثلها أحسن تمثيل وأن نساهم في نموها وازدهارها تحت ظل